إذا بغيتي الحلوى تكون عندك بهذا القوام، يعني الهشاشة وفي نفس الوقت واحد المذاق الذي لا يقاوم، أجي نعلمك كيفاش كنعملو الحلوى التمر الشمالية. أول حاجة الإخوان، أنا عملت هنا 3 ديال العلب ديال التمر، 3 الكيلو مع واحد نص كيلو ديال الزبدة، إما نباتية أو حيوانية نتوما اختاروا اللي عجبكم. ضفت هنا زلافة ديال السمسم اللي محمر اللي هو الزنجلان، ممكن تعملوا اي نوع د المكسرات، كيبقى داكشي اختياري بالنسبه لكم بالنسبه للطلبات ديال الكليان ديالكم. غادي نزيد هنا القرنفل، ملعقه كبيره عامره، لان هذا هو سر المذاق ديال القرنفل ديال سر المذاق ديال حلوى التمر عندنا. غادي نعمل 2 معالق ديال القرفه يكونوا عامرين، اختاروا تكون نعمت جوج شويه، اختاروا نوعيتكم ممتازه. بالنسبه كما قلت لكم التمر اللي كيكون جاهز ما كنعملوش ماء الزهر، كنعملوا عقدات المزهر او كنعملوا زيت المزهر. لاحظوا معايا، نعمل قطرات كافيين، ما تعملوش ماء الزهر لان ماء الزهر راه كيبس التمر، قلتها وعاودتها شحال مره في اللايفات وفي الفيديوهات. اذا كنتو تعملوا التمر ديال اللي غادي نوجدوا على يدنا، ممكن نعملوا ماء الزهر. صافي كنخلطوا القوام ديالنا مزيان، حتى كنحصلوا على هذا الخليط اللي كيكون، شوف كيفاش كيكون متماسك. في نفس الوقت كيلصق واحد شويه، لان الزبده اللي كنعملو فيه كتخليه بهذه الطريقه هذه. بالنسبه للعجينه الاخوان الاخوات، دخلوا القناه راها عندي، اما في اليوتيوب او في التيك توك او في الفيسبوك اللي يعجبكم. بعد ما كنعملوا خوتي العجينه كنطلقوها بالمطلق وكنرشموها بالمراشم، وكنقطعوها دائري بهذا الشكل. التمر ديالنا كنحربلوه وكنجمعوه بهذه الطريقه سهله ومهله. شوفوا الاخوان، اللي ما بغاش ينقاش بالنقاش يستعمل اي قالب عنده اللي كيخرج لك الحلوى منقوشه. لاحظوا الاخوات، انا عملت معكم 3 حبات باش تعرفوا الطريقه بسهوله. راه من اسهل ما كاين الحلوى التمر، اللي بغات تخدم على راسها، بغات تخدم على الملبانات، تخدم على المقاهي، تخدم على المحلات، راه سهله مهله. بالنسبه للنقش، شوفوا الاخوات، الحلوى التمر من الاحسن عدلوها كامله، عاد نقشوها باش كتشرب شويه العجينه، حتى في النقشه كتجيكم بسلاسه. بعد ما كنطيبوها الاخوان، كنطيبوها دائما على النار في الاول كتكون مرتفعه، بعد كنقصوا الفرن باش كنخليوها تحمر، ولكن في الاول دائما تكون النار مرتفعه. ها النتيجه كتجي رائعه. ها هي الاخوان بعد ما تحمرات كنفندوها في السكر وبالصحه والراحه. الاخوان ما تنسوناش من التعاليق المزيونه ديالكم، ما تنسوناش من بارطاج، ما تنسوناش من لايك، وقولوا لي في التعاليق شنو الحلوى اللي بغيتو نشارك معكم في الحصه المقبله ان شاء الله. مع تحيات حلويات عروش الشمال بطنجة. شوفوا الاخوه والاخوات كيفاش القوام ديالو، شوف صراحه يعني لا يقاوم. مع السلامه.